كريفن ذا هانتر هو احدث افلام عالم سوني السينمائي لشخصيات المرتبطه بسبايدر مان ولكن بدون سبايدر مان. قسما بالله في حد اتخدر في الموضوع ده. والفيلم ده مش اي فيلم، لا ده الفيلم اللي اخيرا قضى على العالم السينمائي ده. وعلشان اكون واضح الفيلم ده كان عنده امكانيات ان هو يبقى افضل من كده بكتير. عندنا ايدن جونسون AKA ريكي تيكي تاكي، ممثل فعلا كويس جدا، ومخرج الفيلم برضه فعلا مخرج كويس. والنتيجه كده ان معظم المشاهد الاكشن الجسديه اللي كانت موجوده في الفيلم كانت افضل بكتير جدا. في رايي الفيلم ده في الحته دي افضل من فيلم موربيوس بمراحل. لكن طبعا الفيلم فشل، ريفيوهات الفيلم كانت كارثيه وخسر الاستوديو فلوس كالعاده، بل ان هو كمل ترند تنمر الانترنت على افلام سوني اللي كنت كلمتكم عنه في فيلم مادام ويب ليه فشل. ليه ده حصل؟ تعالوا لما اقول لكم. اهلا بيكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم كريفن ذا هانتر. هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط، واجاوبكم على سؤال: هو ليه فشل؟ No amount of filmmaking will survive a bad writing. كتابة الفيلم ده هي اللي فعلا فاشلة جدا، ده لأن سوني ما بتتعلمش، وكالعادة المؤلفين وقعوا في أخطاء جوهرية جدا خلت كل حاجة في الفيلم تقريبا ما تنفعش. الشخصيات القوية ما نفعتش لأن ما فيش عندها نقط ضعف توازن نقط القوة. الحبكة ما نفعتش لأن ما فيش هدف نهائي نتحرك ناحيته، إلى جانب إن 3/4 الأحداث اللي كانت موجودة في الفيلم غبية بسبب، ولا اقول لكم خليكم معايا لاخر الفيديو اقول لكم. فتعالوا نغوص اكتر في عالم فيلم كريفن ذا هانتر واخطائه الجوهريه علشان نتعلم ازاي نتجنبها. تعالوا اما نتعلم ازاي نتجنب نعمل فيلم ما ينفعش. And let's begin the hunt. مشكلة الشخصيات في الفيلم ده ان هم ما عندهمش نقط ضعف توازن نقط القوة اللي موجودة عندهم، فبالتالي مشاهدتهم كانت مملة جدا. تعالوا ما اوريك قصدي. زي ما قلت كريفن عنده قدرات حلوه جدا، ودي حاجه كانت واضحه من البدايه لما راح سجن علشان يقتل كرايم باص. قوه اسد، سرعه فهد، غضب نمر، ايد قرد، عظم فيل، وعين صقر. مفيش حاجه توضح ايه هي القدرات اللي عند كريفن بالظبط، ولكن من الواضح جدا انها قدرات جسديه للحيوانات، ودي حاجه كول جدا. لكن المشكله ظهرت بقى لان مفيش نقط ضعف توازن نقط القوه الموجوده دي. لما كريفن بيواجه حد انا معرفش هو ممكن ينصاب ولا لا، فعلشان كده انا مش مهتم. لما كريفن بيتضرب عليه نار انا معرفش هو الرصاص هيخترق جلده اصلا ولا لا، علشان كده انا مش مهتم. لما كريفن بيقع من على جبل وفي مبنى بيقع فوقه يطبقه انا معرفش هل دي حاجه وحشه بالنسبه له ولا لا، فعلشان كده انا مش مهتم. الحاجات دي قد تكون كول وقد تكون معموله كويس، ولكن كل ده اللي هتبقى عليه مجرد مشاهد ظريفه وخلاص. مفيش اي احساس بالخطر او اي مشاعر هيتصدر منها، ده لان مفيش نقط ضعف تخلقها اساسا. Craven is nature's perfect predator. He has no known weaknesses. احنا وصلنا لمرحله ان الفيلم بيخترع حاجات من الهواء علشان يبقى عنده functional third act. لما الاساسن بيجيب سم CIA، وحتى الحاجات دي ملهاش اي معنى. بمجرد ما كريفن اتضرب بالحقنه بدا يهلوس ويشوف عناكب، ودي حاجه ملهاش اي معنى لان العناكب ما اتقدمتش من البدايه على انها نقطه ضعف توقف كريفن، هي مجرد دوشه كلام وخلاص. It first brings on your darkest nightmares, paralysis of your vital organs. ايوه يعني الاساسن مش كان ممكن يضرب كريفن بالنار هنا بدل ما يضربه بحقنه السم، ولكن حتى لو عمل كده انا ما اعرفش ضربه الرصاص هتاثر فيه اساسا ولا لا. وهي دي المشكله مع كل الشخصيات اللي ليها قدرات في الفيلم. الاساسن عنده القدره انه يخلي الناس تلاج وهو يتحرك حواليهم زي ما هو عايز، ومع اني مش فاهم القدره دي قوي بس هو اتهزم ازاي. صديقه كريفن ضربته بسهم في راسه. راينو عنده القدره انه يبقى قوي لما ياخد الراينو 4، لكن هل في طريقه محدده لازم نحاربه بيها وهو في الوضع ده؟ لا، كريفن بيضربه بالسكاكين في جسمه بالكامل اللي مش بيأثر عليه طبعا، وبعدها بيضربه في الفتحه اللي موجوده في جسمه ويرميه تحت الجاموس الوحش. Are you serious right now, bro? اللي عايز اوصل له هو ان القوه بتنفع لما بيبقى في مقابلها نقط ضعف
توازنها وتخلق احساس بالخطر والمشاعر والهدف. كلنا فاكرين جعفر من انيميشن علاء الدين لانه كان ساحر بقدرات خارقه، نقطه ضعفه هي رغبته في القوه المطلقه واللي كانت في النهايه السبب في هزيمته. دي حاجه بويتك، حاجه مينينفول، وهو ده اللي كان الفيلم ده محتاجه، نقط ضعف تشيل الجانب العاطفي اللي موجود في الفيلم. طالما كريفن عنده قدرات الحيوانات يبقى لازم ياخد نقط ضعفهم برضه، توضح ان هو مثلا بيتاثر بالرصاص زي ما الحيوانات بتتاثر بيه، ودي حاجه لازم توريها للمشاهدين. لو الاساسن عنده القدره انه يخلي الناس تلاج فلازم يبقى عنده نقطه ضعف ليها علاقه باللاج ده برضه، مش يبقى طول الفيلم محدش عارف يلمسه علشان في نهايه الفيلم واحنا بنضربه بسهم من بعيد. لو راينو عنده قدرات وحيد القرن يبقى لازم هزيمته تيجي من القوه دي، مش ان احنا نقعد نضربه بسكاكين وفي الاخر نرميه تحت الجاموس الوحشي اللي ملوش اي علاقه بوحيد القرن نهائي. لازم تقدم نقط ضعف المشاهدين لما يشوفوها يفهموها، لان من غير نقط الضعف القوه ملهاش اي معنى. كل اللي موجود عندك هو مجرد دوشه شكلها حلو معظم الناس مش هتهتم بيه. مشكلة الحبكة في الفيلم ده هو ان ملهاش نهاية تتحرك ناحيتها، وده بيخليها مملة جدا كأن انت بتجري ولكن في مكانك. تعالوا نوريكم. للحق كريفن نفسه عنده هدف بيجري وراه، وهدف واضح كمان. هو بيكره والده زعيم العصابه وبيطارد كل زعماء العصابات اللي شبهه. بيروح سجن في اول الفيلم عشان يقتل واحد، ويرجع البيت علشان يواجه مجموعه صيادين ويمشي وراهم لحد ما يوصل لزعيم عصابه تاني ويقتله. ده حتى عنده ليست كامله من زعماء العصابات اللي بيجري وراهم هو وصاحبته المحاميه، ليست بيضيف ليها ناس كل شويه. فبالتالي احنا القصه ممكن يطلع منها حاجات كتير جدا. The men in that book, they're the ones you want. They're the ones in charge. I will be adding these names to my list. Oh, found you. المشكلة هنا بقى هو ان كريفن ما عندوش نهاية واضحة بيحاول يوصل لها، لا ده هو عمال بيلف في العالم بيقتل زعماء عصاباته وفي النص بنشوف فلاش باك ليه هو واخوه وهم صغيرين. مفيش اي فينش لاين، دايما هيبقى في زعيم عصابة ما في مكان ما بيعمل مصيبة ما ممكن كريفن يروح يجري وراه عشان يقتله. كأننا بنلعب الانفينيت سايد كويست بتاعت لعبة سكاي ريم. هو انت هيبقى في حاجة بتعملها ولكنها مش هتنتهي، هنفضل نتحرك وخلاص كأننا في سباق عجل ولكن على عجل التدريج. جون ويك طول الفيلم كان بيجري يقتل في خلق الله يمين وشمال، ولكن كان دايما في عنده هدف واضح ان هو يقتل اللي قتل الكلب بتاعه. اما هنا احنا ما بنعملش اي حاجه، كل اللي عملناه ان احنا عمالين بنلف وبنشوف سايد كويست هانت وكاركتر فلاش باك لمده ساعه كامله لحد ما اخيرا في خط نهايه ظهر قدامنا. اللي حصل ان راينو عرف ان كريفن في عنده ليست وانه probably maybe kind of sort of موجود عليها. He's got a list. Once you're on it, you never come off. وده معناه ان probably maybe kind of sort of هيجي علشان يقتله هو كمان. And there's a good chance you're on it. فدلوقتي خطف اخو كريفن ودلوقتي محتاجين نروح ننقذه. لو اللي انا قلته دلوقتي ده مر كده مرور الكرام وما اخدناش 3 ثواني نفكر فيه وتقبلناه، هل تفتكروا المشاهدين هينتظروا ساعة كاملة لحد ما يوصلوا له؟ بالتأكيد لا. الافلام محتاجه ان هي تتحرك من البدايه وبسرعه. احنا ما وصلناش لليفل فيلم مادام ويب لما كان الناس بيبقوا قاعدين حرفيا ما بيعملوش اي حاجه ومش منتظرين اي حاجه، ولكن برضو اللي انت عملته ما كانش كويس. حتى لما رحنا عشان ننقذ اخوه قابلتنا افخاخ وعقبات اننا نتخطاها مش هيقربنا من اخوه برضه، لحد ما وصلنا للثيرد اكت ووقتها بدأنا نحس اننا رايحين في حته، وده مش كفايه. لكن تعالوا كده نتخيل ونشقلب شويه احداث. بدل ما الفيلم يبتدي بان كريفن بيطارد كرايم باسز مالهمش اي 30 لازمه، بعد كده بيروح حفله عيد ميلاد اخوه، بعد كده اخوه بيتخطف، نبدا الفيلم بان اخوه يتخطف وهو عايش في عزله في الغابه بيحمي الحيوانات علشان بعد كده والده يجي يقول له ان اخوه اتخطف من عائله منافسه. دلوقتي الفيلم هيبقى عباره عن ان كريفن بيلف حوالين العالم وبيطارد الكرايم باسز لحد ما يقدر يوصل للي خطف اخوه. وبكده تخطينا مشكله DLC زعماء العصابات وتخطينا مشهد عيد الميلاد اللي كان ممل جدا، لان انت كده العلاقه اللي ما بين الاخين دول اظهرتها لنا في الفلاش باك. بل ان كده هيبقى في ايموشنز اقوى لان كريفن هيحس ان هو اتخلى عن اخوه. بل ان في النهايه الفاينل تويست ان ابوه هو اللي مخطط لكل ده كان هيبقى ليها تأثير أفضل. ملاحظين الفرق بين الحالتين دول؟ احنا هيبقى في عندنا نفس الماتيريال،
نفس الاحداث، نفس المشاهد for God's sake، بس بقى في عندنا a complete different movie. الفيلم بقى افضل لان في نهايه رايحين ناحيتها. اللي عايز اوصل له هو ان الابطال محتاجين هدف يتحركوا ناحيته، هدف يكون واضح وقوي من البدايه، ده لان احساس ان احنا بنقرب لخط النهايه هو اللي بيخلينا نتحرك من مكاننا اساسا. لكن لو الهدف مش قوي، لو الخطوات اللي البطل بياخدها ما بتقربوش منه كفايه، ففي الحاله دي انت ما بتعملش حاجه، انت الفيلم بتاعك بيجري في مكانه، وفي الحاله دي الفيلم بتاعك استحاله هيبقى سريع كفايه لان هو المشكله الثالثه في الفيلم ده هو انه معظم العناصر والافكار اللي بيستخدمها ما تجهزلهاش كويس وما اتطورتش كويس، فده بيخليها تبان هي والفيلم مجرد غباء. تعالى نوريك قصدي. لو بصينا على مصدر قوه كريفن على سبيل المثال، في الفلاش باك بنشوف بنت صغيره اسمها كاليبسو، جدتها ساحره فودو بتديها ماجيك بوشن وكروت تاروت بتتنبأ بالمستقبل وبتقول لها انها تحتاجها قريب. بعد كده بتقابل كريفن الصغير اللي هاجمه اسد خرافي وبتديله البوشن اللي بينقذ حياته وبيديله قدرات. المشكله بقى ان مفيش اي حاجه من اللي انا قلتها دي ليها اي اساس نهائي. You come from a long line of very powerful women. لكننا ما تعمقناش في مين السلالة دي أو مين الجدة دي أصلا. It will heal whoever drinks it in undreamed of way. لكننا ما تعمقناش في هو جه منين أو في منه أكتر أو حد جربه قبل كده ولا لأ. الفيلم بيقدم عوامل كتير مختلفة وبعدها بينساها. كاليبسو دي من المفترض إن هي شخصية رئيسية ومهمة، ومع ذلك هي تقريبا مش موجودة في الفيلم بالكامل، وده في النهاية خلى إن قدرات كريفن وتفاعلاته معاها هي شخصيا تبان غبية. ونفس الشيء بينطبق على كل القدرات الخارقه اللي موجوده في الفيلم. الاساسن عنده قدرات انه يخلي الناس تلاج، ومع ذلك ما نعرفش بيعملها ازاي او اخد القدره دي منين. كل اللي اتقال ان كان في عنده حد علمه حاجه. He taught me everything I know. راينو قدراته عباره عن مرض، لكن دي اكتر حاجه معقده ممكن تشوفها في حياتك. في الاول راينو اتولد بعظم ضعيف تقريبا، ولا لان ما شفناش الكلام ده. بعدها لقى عالم ما في مكان ما يقدر يخليه قوي، لكن العمليه حولته لوحيد قرن، ودلوقتي محتاج دواء علشان يفضل في الهيئه البشريه دي. ده اللي قالوه والله. In and out of hospitals. I found طب بس بالراحه بس الاول. دلوقتي راينو بني ادم عادي عايز يبقى اقوى، وتحول لوحيد قرن لما عالم ما خلاه اقوى، ولكن دلوقتي محتاج علاج علشان يفضل بني ادم عادي. ما كانش في حاجه معقده اكتر من كده. اللي عايز اوصل له ان لما يبقى عندك عناصر غريبه او عناصر هتبقى جزء من عالم سينمائي، فانت لازم توضحها من البدايه قدر المستطاع، لان هو ده اللي بيديلك فرصه ان انت تطورها اصلا. لو مش هتطور شخصيه كاليبسو او هتعمل حاجه بموضوع البوشن او العائله من الساحرات دول، فما تضيفهمش في الفيلم. خلي كريفن ياخد قدراته من الاسد الخرافي ده وخلاص. خلي الاسد يهاجمه وبعد كده حد يقتل الاسد وهو يغرق في دمه او حاجه زي كده، لكن ما تضيعش وقت الفيلر. الفيلم عمال بيحدف علينا عناصر غريبه جايه من السورس ماتيريال، ولكنه ما بيعملش بيها اي حاجه علشان تستحق انها تبقى موجوده في الفيلم. ابو كريفن من المفترض انه باورفul كرايم باس، ومع ذلك ما عملش اي حاجه تدل على كده. كل اللي عمله انه راح يصطاد ويضرب عياله وحدف سكينه على واحد في مره. ابو كريفن عنده القدره انه يقلد صوت اي حد، ومع ذلك ما بيعملش بيها اي حاجه، ما بيستخدمش القدره دي علشان ياثر على القصه. كل اللي عمله انه بيقلد مغنيين كبار وبيتريق على الناس. Can't have you dying on me, can I? Can't have you dying on me, can I? احنا حتى ما نعرفش هو بيعمل ده ازاي، القدره ظهرت وخلاص. Father is the only animal that is dreaded. You're getting too good at that. هو بيستخدمها وخلاص، وفي النهايه راح لنفس الدكتور اللي ما نعرفش هو مين ده، اللي في المكان اللي برضه ما نعرفوش، علشان يديله قدرات هيستخدمها في الفيلم اللي جاي. لكن دلوقتي مفيش فيلم تاني، لان القدره اللي انت حشرتها دي بوظت الفيلم ده. اللي عايز اوصل له هو ان وقت فيلمك مهم جدا، ما ينفعش تضيعه على اي حاجه وخلاص. لو مش هتطور حاجه كويس يبقى ما تحطهاش في الفيلم، لان في احسن الاحوال هتبقى مربكه او غبيه، وفي اسوأ الاحوال هتبقى تضييع وقت. والفيلم اللي بيضيع وقت حتى لو كان فيه حاجات كويسه استحاله هيستحق وقت المشاهدين. وهو ده فيلم كريفن ذا هانتر. بكده رسميا كل افلام عالم سوني السينمائي دي افلام فاشله، منهم افلام فينوم الثلاثه على فكره، وفكره حلوه ان انا اكلمكم عنها، فاستنوها. فلو بتتفرج على الفيديو على اليوتيوب ما تنساش تعملوا لايك،
ولو عجبك وعايز تشوف زيه في منه كتير قوي على القناه، وفي حاجات تانية محتوى تاني ممكن تتفرج عليها برضه، وانت لما يكون مره معمل سبسكرايب. اما بقى لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده، ما تنساش وتاخد بالك من الاخطاء دي، والا فيلمك هيبقى ما ينفعش.